بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله وأحبابي في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئنا جميعا كي نحتفي ونحتفل بذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، الذي هو يفرح بمن يفرح به، وليس نحن الذين نفرح، ولكن كل العوالم تفرح بميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأرجو من السادة الحضور عند ذكر الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن نصلي ونسلم عليه كما أمرنا الله تبارك وتعالى، وكما علمنا هو في حديث شريف صحيح بقوله صلى الله عليه وسلم: أبخل البخلاء من سمع بذكري ولم يصلي عليه. فلما نحن بخلاء؟ لما لا نصلي على الحبيب المصطفى، وهو الذي علمنا أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10، ومن صلى عليه 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى عليه 100 صلى الله عليه بها 1000، ومن صلى عليه 1000 تزاحم كتفه كتف الحبيب المصطفى إلى الجنة. اللهم صل عليه. ورحم الله من قال: والجن تهتف والأنوار ساطعة، والجن تهتف فرحا بقدوم ميلاد الحبيب المصطفى الذي علمنا من سيرته أنه ليلة مولده وقع 4 شرفات من إيوان كسرى، وخربت نار فارس التي كانوا يعبدونها، وجفت بحيرة ساوى التي هي طبرية الآن، والجن تهتف والأنوار ساطعة، والحق يظهر من معنى ومن كلمة من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم، وبعد ما عاينوا ما في الأفق من شهب. ما احنا حدانا في سورة الجن، اقرأ معايا كده بس، قول لا اله الا الله وصلي على حضرة النبي. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع من ليلة ميلاد الحبيب المصطفى، فمن يستمع الآن يجد له شهابا راصدا. منعت الشياطين من استراق السمع من ليلة ميلاد الحبيب المصطفى، من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم، وبعد ما عاينوا ما في الأفق من شؤم منقضة على ما في الأرض من صنم. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. وإذا أردنا أن نصلي على الحبيب فلنا في الإمام ابن الفارض
اللي عمل لنا قصيدة مطولة اذكر البعض منها عندما يقول رحمة الله عليه: الصلاة على الشفيع صاحب القدر الرفيع من له وجه بديع النبي العربي. آمنة فرحت به بحمله وبوضعه، ومن يموت في حبه نال كل المطلب. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما له من مشبه، كم له من معجزات، من الكريم علي الذات، وكم روت عنه الثقات كل فضل واجب. فضل احمد ما خفى شرقها والمغرب، كم له من معجزات من الكريم علي الذات، كم به من مولع غارقا في الأدمع. فضل طه ما خفى شرقها والمغرب، جذعه حن إليه والبعير اشتكى إليه، قائلا بين يديه يا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم واكرم وانعم وبارك على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث وصلا لما سبق من الدكتور عبد الوهاب، لانني سمعته وهو يقول حديث عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. عندنا حديث سيدنا عبد الله بن عباس يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: لما أراد الله خلق الموجودات كل ما هو كائن في الدنيا والآخرة وخفض الأرض ورفع السماوات، خلق الله عمودا من نور وقال له كن محمد، فصار نور محمد صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر. فانتهى هذا العمود النوراني المحمدي الرباني إلى أن فجأ تحت ساق العرش وقال الحمد لله. فإذا بالعلي الأعلى يقول له: لذلك خلقتك وسميتك محمدا، بك أبدأ الخلق وبك أختم الرسل. طيب نور حضرة النبي ده مفيش من النور ده حاجة فينا احنا كأولاد آدم وحواء، والله كل واحد منا فيه نور من نور حضرة النبي، بس عايز ايه؟ عايز الواحد يستعمله، عايز الواحد ينميه. تنميه بايه؟ بذكر الله. تنميه بايه؟ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النور المحمدي الرباني قسم الى 4 اقسام. قسم الاول خلق الله منه اللوح المحفوظ والقلم، ونادى على القلم: اكتب يا قلم. قال: يا رب وما اكتب؟ قال: اكتب يا قلم اولاد ادم لصلبه، من اطاع الله ادخله الجنة ومن عصى الله ادخله النار. فكتب القلم كذلك، وكتب الانبياء والامم. امة نوح، واقول بالتتالي لان نحن ذرية من حملنا مع نوح. اكتب يا قلم امة نوح، من اطاع الله ادخله الجنة ومن عصى الله ادخله النار. امة سليمان، امة داود، هكذا الى ان وصل الى امة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
فأراد القلم أن يكتب من أطاع الله أدخله الجنة ومن عصى الله أدخله النار. فإذا بالنداء من العلي الأعلى تأدب يا قلم، فانشق القلم من العظمة والخوف والرهبة من الله عز وجل، فصار مشقوقا مقطوطا، لا يكتب إلا أن كان مشقوقا مقطوطا. مش القلم الجاف بتاع الأيام دي، القلم البوس بتاع زمان اللي كنا بنكتب في اللوح الصفيح أو في اللوح الخشب، اللي وعي الكلام ده يعرفه. فأراد أن يكتب هذا كما كتب على الأمم، فإذا بالنداء من العلي الأعلى يا قلم اكتب أمة مذنبة ورب غفور. حقيقة الحديث يطول ويجول، ولكن لضيق المقام أكتفي بهذا القدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة رسولك ومحبة آل بيت رسولك ومحبة أوليائك الصالحين. اللهم حببنا في بعضنا، اللهم انزع الغل والحقد والحسد والكراهية من قلوبنا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. وشكر الله لكم حسن استماعكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر شيخنا على هذه النفحات الربانية والعطاءات الإلهية لما حدثنا من شمائل رسول الله. نشكر فضيلة العالم الجليل الشيخ حسن العيسوي الذي لا يقصر دائما في كل عام من الحضور إلى القرين بلده الثاني ليحتفل بجده وجدنا سيدنا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، حان دور الفرحة والبهجة والسرور مع المدائح النبوية والابتهالات الدينية مع الذكر لله ولسيدنا رسول الله، مع العارف بالله والمداح، مع فضيلة الشيخ فؤاد أبو علي مداح رسول الله وسيدنا رسول الله في المقام الحسيني وبجوار السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلنستمع إليه ولنذكر الله معه. هيا بنا أيها الإخوة الأحباب مع ذكر الله تبارك وتعالى، لأن الله قد قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة الأحباب، يقول الله تبارك وتعالى أنا جليس من ذكرني. فهيا بنا مع ذكر الله وكثرة الصلاة على رسول الله مع الابتهالات وافتتاح هذا المجلس المبارك مع فضيلة الشيخ أحمد، فليتفضل مشكورا. الله 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 الله. عودا قال صلى الله عليه وسلم من فرح بنا فرحنا به، ومن سعد بنا سعدنا به. لأن ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل ذكرى على ظهر الأرض هي ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويقول الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي فينا، ما فيش أي خلق من خلق الله على ظهر الأرض إلا وفيه نور سيدنا النبي. فيا سعدنا ويا هنانا الفرح سيدنا النبي. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحباب النبي وأزواج النبي وذرية النبي ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم.
طرق الصوفية وما حوت من رجال الله من صالحين وصالحات، كل طريقة بطريقته وكل سجادة بسجادته، خوفا من الغلط والنسيان لهم منا جميعا. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل ولي في الأرض ولكل ملك في السماء ولكل طائفة تذكر ربها وتصلي على نبيها من أبينا آدم إلى يوم القيامة. طرق الصوفية جميعا صغير وكبير، نعيش حبة في الصلاة على سيدنا رسول الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رضا يلي فيك التجلي من العلالي على ضيوف الحبيب مولاي محمد صلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كريمة كريمة ستنا السيدة زينب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل أفضل ما يقول العبد لا إله إلا الله. قولي لا إله إلا الله. ذكري لا إله إلا الله. أدركنا غثنا زل عنا إليك صلنا ولا تنسانا يا مناعيني. لا إله إلا الله. يا عميد الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء يا سيدي يا رسول الله. لولاك يا سيدنا النبي ما خلق امرؤ كلا. لولاك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله ما خلق امرؤ كلا. كل العالم دعواك يا سيدنا النبي. لا إلا الله. أنت الحبيب يا سيدنا النبي أنت الشفيع للعالمين يا سيدنا النبي أنت لنا الضمين يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. أنت الشفيع يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله يا غياث المستغيثين يا سيدي يا رسول الله أغثنا
يا سيدنا النبي أجرنا يا سيد الرسل الكرام يا سيدنا النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله مدد مدد يا مدد سيدنا النبي نظرة ومدد مدد مدد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولأهل البيت عز لا يزول إلا الله تنقض منه العقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله ويا غصن النقاء مكلل بالذهب لا فالعصمة قال ها إلا الله لا إله لا تكون إلا لنبي يا سيدنا النبي لا إله إلا الله أول ما كتب القلم في القدم كتب الله وكمل السطر بسيدنا النبي رسول الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مولانا يا مولانا يا سيدنا الحسين مدد مدد لا مدد مدد يا رسول الله مدد الله 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 القدرة لمن والعظمة لمن الله الله العرش لمن والكرسي لمن الله
اللوح لمن والقلم لمن الله الله الكل يفنى ويبقى